وبلاش الانذار. مصطفى شلبي امامنا اهو يسجل، لكن قال لك سيف وكمان سيف، وسيف هو السيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلكم شفتوا الفيديو اللي أنا سايبه في المقدمة بتاع مصطفى شلبي. مصطفى شلبي اللي جاب الجون في ماتش يعني ملوش أي قيمة، بس طبعا ليه قيمة عند الزملكاوية وجماهير الزمالك. احنا كأهلاوية قلنا الماتش ده الزمالك يغلب هناك 20 مش 3. تمام؟ فألف مبروك للزمالك، تأهله للنهائي، كسب خلاص. مصطفى شلبي انا ليه مركز مع مصطفى شلبي؟ عشان اللي الغندور ورضا عبعال كانوا مركزين قوي مع عبد المنعم. تمام؟ فنشوف فعل عبد المنعم وفعل مصطفى شلبي. كلكم شفتوا في المقدمه فيديو 8 ثواني قلع الفالنه وراح راميها على الارض، وطبعا راح عمل اشاره اباحيه واضحه، تلميذ شيكابالا. تمام؟ فكلكم شفتوا الفيديو، ويا ريت تبعتوا لنا راي حضراتكم في التعليقات. هل اللي حصل ده زي فعلة عبد المنعم اللي هم اخترعوها ولا دي ايه بالظبط؟ بعد اذنكم لايك وشير عشان الفيديو ينتشر. رضا عبد العال، الاستاذ خير رمضان، كلكم شفتوا من يومين طلع هاجم رضا عبد العال الكونغولي بسبب اعتراضه على الاهلي. فالاهلي كالعاده واخد على اعتراضات رضا عبد العال وكل القنوات اللي هي تحت السلم دي. تمام؟ يعني بريمو وكل القنوات اللي تحت السلم دي كلها بيجيبوا ناس تهاجم الاهلي، ما هوش رضا عبد العال لوحده يعني. فرضا عبد العال بيرد على خيري رمضان. اسمعوا رضا عبد العال. طبعا كلكم شفتوا في الفيديو اللي فات خير رمضان قال ايه على رضا عبد العال الكونغولي مش المصري. يعني قال لك الراجل ده حاقد على الاهلي وكاره الاهلي وراجل بيحب الترند. فنشوف بقى رضا عبد العال قال ايه على خير رمضان ونرجع تاني نكمل. هو انا دلوقتي ايه يعني ما يخش فيها جول؟ تمام. والاهلي يجيب 3، لما اطلع بعد ما يجيب ال3 واتكلمت وحش عن النادي الاهلي من حقك تنتقدني. طيب. وبعدين هقول لك على حاجه، انت راجل اصلا بتاع سياسه. طيب. لا معلش، خلاص نتفق. لا معلش انت، لا معلش عشان ايه عاملينها ترند؟ طبعا اللي عاملين ترند المواقع بتاعتكم اللي هي المشبوهه، ولا بتاعتنا ولا بتاعتك يا كابتن، احنا كلنا لا المواقع المشبوهه. فانا برد اهو، انا ما بجيبش سيره حد. انت فاشل في السياسي. بعد اذنك يا كابتن، معلش انا بتكلم بعد اذنك يا كابتن في التوك شو بتاعك. فانت عشان تبقى ترند التطرق لاي اسمع بس، انا بقول لك فاشل. هو ده احنا بنتكلم في الكوره، انا بكلمك على الكوره بتاعت يا جدع. ولما يقول لي انا مش مصري، لا انت ده انا مصري غصب عنك وعن اي حد. طيب احنا عارفين انا اكتر وطنيه منك يا متلون. ايه ده كابتن؟ فاكر انت في 2011 و2012 انت كنت فين؟ ايه ده كابتن؟ ايه ده؟ صلى على النبي. طيب انما يطلع يقول لك متلون. بص لا انا مش عايز اقول لك على حاجه. هو قبل حاجه قبل كده برضو اسمعني لاجل النبي يا فاروق بقى ما تنرفزنيش. ايه ده بس؟ قبل كده طلع هو انتقدني بعد ماتش، اسمعني بس، بعد ماتش الزمالك والاهلي عادي. واخد بالك؟ تمام. ده عادي. انما تطلع انا ما اتكلمتش ولا رديت عليه ولا كلام، بالعكس. اخته توفت، انا اتصلت بيه عشان اعزيه، اقسم بالله ما كنتش بتصل بيه الا عشان اعزيه. ما ردش عليا عادي. ممكن يكون ساعتها بقى في العزاء الله يكون في عونه وربنا يصبره. تمام. بس انت تطلع اول امبارح عشان ما حدش بيشوفك تطلع وتقول ان انا مش مصري. لا طبعا انت ابن بلد انا مصري غصب عن اي حد. وهات البوستات بتاعتي من 2011 وانا بتكلم على مصر ازاي، وهات هو تسجيلاته لما كان بيستضيف. طيب كابتن احنا كل واحد ليه وجهه نظره وتحليله لكل شيء بما فيهم حضرتك. انت حللت الكوره حبيبي، انا انا حللت الكوره جون ورجعت في كلامي لان انا شفت حبيبي بمنظور انت بكذا فيديو. عشان انت لعبت كوره ماشي ينتقدني مثلا حد تمام. في برنامج، وانا بنتقدك اهو ماشي ينتقدني حد في برنامج لعب كوره. تمام. انما انت ما لعبتش كبه. عارف الكبه؟ عارف الاولى اللي كانوا بيلعبوها اللي هي يحجل؟ واخد بالك؟ انت ما لعبتهاش. انت جاي عشان انت مش متشاف، فانت عايز تعمل ترند على اي حد عايز يعمل ترند. تمام. اي حد من السنه بس. طيب. من الصفحات اللي تحت اللي هي سواء كده او حتى احنا فرحانين او حتى ماشي يا عم، سيبني بس اقول الكلمتين عشان اتكلم معاك بمزاج. ماشي.
واخد بالك؟ اي حد عايز يبقى ترند او حد الناس تبص عليه او الناس تشوفه لازم يجيب رضا أبو العال، وانا بقول كله عيش ماشي. بس ما تتهمنيش ان انا مش مصري يا انت فاروق. جميل ادي رضا عبد العال كل الهيصه والقصه عايز يوصل لخير رمضان ان هو راجل مصري مش كونغولي، تمام؟ وقعد يهجص بقى بكلام سياسه وانت مش باين. اللي هاممني في الموضوع ده كله ان بيقول لك اي حد عايز يعمل ترند يجيب رضا عبد العال، اي حد مش متشاف يجيب رضا عبد العال. فانا عشان كده النهارده يا جماعه من الاخر قلت اعمل الفيديو ده واحط سيره رضا عبد العال يمكن الفيديو يطلع ترند. فمش فاهمين بصراحه كابتن رضا عبد العال ده هيودينا فين. ادي رضا عبد العال وادي الاستاذ خيري وادي الاعلام المصري بتاعنا يا جماعه، يعني لا حول له ولا قوه. نسيبنا من الموضوع ده ونروح نبارك للنادي الاهلي. رجاله الطايره خدوا البطوله 3-1 من الزمالك. الف مبروك للكابتن محمود الخطيب. البطوله 18 السنه دي، منهم 17 من الزمالك. واقولهم لك يعني البطوله 18 السنه دي والزمالك 0. تمام؟ كرة قدم 2 والزمالك 0. كرة طايرة رجال 4 والزمالك 0. كرة طايرة سيدات 3 والزمالك 0. يد رجال 3 والزمالك 0. يد سيدات 2 والزمالك 0. سلة رجال 2 والزمالك 0. سلة سيدات 2 والزمالك 0. احنا تعبنا من قولة 0. تمام؟ 0. وهم يعني مش فاهم. ناس على فكرة انا مش بتهكم على الزمالك انه 0، هو ده وضعه الطبيعي. بس انا بزعل ان انت وانت 0 ومش باين عايز تساوي نفسك بيا. عايز دايما تقول ايه؟ الف مبروك الزمالك بقى في نهائي الكونفدراليه، الف مبروك النادي الاهلي بقى في دوري الابطال، ونفرح الجماهير المصريه. اوعى الناس تتسال الكلام ده. عمر ما يتساوى الليل بالنهار. مفيش حاجه عمرك ما هتساوي الاهلي بالزمالك. ده انا لسه تعبت من 0 تقول لي واحد الكونفدراليه وواحد. ايش جاب لجاب؟ ايش جاب لجاب؟ عشان الناس بس ما تمشيش ورا الكلام ده. وافرحوا يا مصريين، ده الزمالك في الكونفدراليه والاهلي في الابطال. لا يا باشا، انا منشكح جدا ان الاهلي ان الزمالك طلع لنهائي الكونفدراليه، وبتمنى انه ياخدها. تمام؟ عشان ان شاء الله اما تيجي في كاس السوبر الافريقي باذن الله بعد تخطينا الترجي وناخد البطوله ندوس على وشك ونوريك الماتش ازاي الاهلي بياخد بطولة. يلي ماتش ب3 نقط فضلت تتنطط وعامل هيصة وترقص انت ومجلس الادارة بتاعتكو. بس فعلا انا يعني اعذركم، الحرمان وحش. الحرمان وحش. احنا عندنا رئيس نادي ما بيطلعش يرقص على منصات. احنا رئيس النادي بتاعنا بيبعت برقية تهنئة للفريق والجهاز الفني. تمام؟ وانا يعني ربنا يدي الكابتن محمود الصحة، لانه تعب السنة دي من كتر التهنئات للفرق، من سلة لطايرة يعني مش عارف بصراحة. فألف مبروك للأهلي، واوعوا يا أهلاوية تهيسوا مع الهيصة دي والزمالك في الكونفدرالية والأهلي في الأبطال ونساوي الدنيا. عمر الدنيا ما هتتساوى. رضا عبد العال لما طلع هاجم خير رمضان هاجمه، وكان في بداية الفيديو بيتكلم على الجون التسلل. يعني الزمالك فايز، المفروض يتكلموا عن الزمالك، لا بيتكلموا في الجون التسلل اللي هو الجون اللي لمسة اليد بتاع الاهلي. وبيحلف ان هي جون. محمد فاروق قال له انا قلت جون ورجعت قلت دي لمست في ايده. قال له لا انت تقول، انت من بره ابيض ومن جوه احمر، اما انا من بره ابيض ومن جوه ابيض. احنا ما يشرفناش ولا يشغلنا ان انت تكون ابيض ولا احمر. احنا مش عايزينك. احنا ما يشرفناش انك تكون اهلاوي اصلا. انا واحد من الناس ندمان ان انت لبست فانلة الاهلي. تمام؟ لانك لا تصلح انك تلعب في الاهلي اصلا.
لا تقول لي من بره ابيض ولا من جوه ابيض، من بره ابيض ومن جوه حقد وغل على الاهلي. فخليك بعيد عننا الله يسهل لك، ويا ريت تلم نفسك عن الاهلي وجماهيره، لان كل ما هتقول حاجه هنطلع لك وهنرد عليك وهتلاقينا بالمرصاد ليك. فهمت يا عم الهجاص؟ فهو كان طالع يشكك في الجون وقال لك محمد نصر. طلع علينا المخرج محمد نصر بتويته، يعني انا لو قريتها عايز نص ساعه اقراها، بس قال في التويته دي يا جماعه حاجه خطيره جدا. ايه هي الحاجه الخطيره؟ قال لك ان ما ينفعش نعيد لقطه غير اللي الفار جابها، وطول ما في لقطه الحكم ما علقش عليها ولا الفار ممنوع نعيدها، ودي من تعليمات لجنه الحكام، والكلام ده فيه كارثه. يعني بيقول لك لقطه ندفد اللي هو كان يستحق عليها كارت احمر مباشر طرد، اللي هو ضرب فيها ناصر ماهر، كان يستحق طرد، بس طالما الفار ما راحلهاش انت يا مخرج ما تقدرش تعيدها. دي مصيبه سودة. ازاي؟ لازم القرار ده لو موجود يتشال. احنا لو تفتكروا الفيديو بتاعنا احنا شفناه وقلنا ندفد يستحق الطرد، تمام؟ لكن يبقى في قرار من لجنة التحكيم للمخرجين انها ما تعيدش اللقطات الا ان الفار جابها او الا ان الحكم حسبها. يعني فاول الحكم حسبه نعيد اللقطة تاني وهو بيقع وبيتضرب وشنكله او خبط كده. لكن كورة حد عمل فاول والحكم مشى اللعب، المخرج ما يقدرش يعيدها تاني. طب ويبقى فين الاخراج بقى؟ فين الاخراج هنا كده؟ لما انت يعني ماشي، انا اسف يعني مغمض عينيك وماشي، هم ما حسبوش ما تعيدش، هم ما عملوش ما تعيدش. طب ده كلام؟ ده اللي حط القرار ده يتحاكم، يعني اللي حط القرار ده يتحاكم. مفروض مجلس ادارة النادي الاهلي بعد التويته بتاعت محمد نصر ده ياخد قرار ويشوف ايه الموضوع ده. ما هو زي ما ندفد ضرب واحد وما اتعادتش وما اتطردش، انت هتيجي على الاهلي المره الجايه بكتير. احنا مش مبسوطين ان ندفد يعني ضرب ناصر ماهر وكان يستحق الطرد وما اتطردش والحكم ما عداهاش، ونرجع نقول ده المخرج زملكاوي والمخرج اهلاوي وهو عنده تعليمات انه ما يعيدش اصلا. مين اللي ادى القرار ده ومين في ايده القرار ده؟ ده قرار كارثي ان يبقى مخرج لقاء ما يعيدش اللقطات المهمه في الماتش. ازاي؟ يعني لقطه لمسه اليد دي لولا الفار رجعها خلاص يا باشا شكرا ان الكره بتاعت مازيمبي جون، وانت بقى فحر بقى وهات جوان عشان تصعد. فهمتوا يا جماعه؟ فهمتوا رضا عبد العال محروق ليه؟ مش عايز الكره لا كانت اتشافت ولا اتعادت والكره تبقى جون والاهلي يخرج كمان عشان يقعدوا يطبلوا ويهيصوا ويرقصوا. لكن ان الله لا يفلح عمل المفسدين، وانتم مفسدين وما بتحبوش الاهلي. فعشان كده يعني ربنا بيرد كيدكم من الاخر، يعني مش هتنجحوا. واقول لكم كلمه، ربنا يستر عليكم في الكونفدراليه. ليه؟ لان انتوا ماشيين في سكه شمال، فالسكه الشمال اخرتها شمال. هو نهضة بركان عامل بيان وبينيمكم فيه ويقول لك احنا بنحترم نادي الزمالك لانه متمرس في البطولات الافريقيه او في البطولات القاريه. هو بصراحه انا مش عارف متمرس في البطولات ايه، يعني بطولات ايه اللي احنا مش شايفينها اللي هو متمرس فيها؟ ده الزمالك بقاله 24 سنه بيطلع حصاله يعني، والمره اللي وصل صن داونز خدوا لفه، والمره الثانيه راح الاهلي واخدوا اللفه الثانيه في القضيه. ممكن ادي المرتين اللي وصل فيهم والباقي حصاله. متمرس في ايه يا عم نهضة بركان؟ ولا انت بتنيمه؟ انت وشوقك بقى وانت والزمالك انتوا تصطفلوا مع بعض. كولر يا جماعه داخل على مطحنه، اربع وسبت، سبت واربع كده كلها مطوشه ورا بعض. بس عايز اقول لكم حاجه، الاهلي مصابينه رجعت وكولر هيشغلهم كلهم، وان شاء الله الاهلي هياكل اليخضر واليابس وهيتصدر الدوري.
عشان الناس اللي عماله تهيص وتقول لك ممكن بيراميدز ياخد الدوري، طب هو ممكن بيراميدز مش عارف ايه، طب واحد يطلع يقول لك لا ده الاهلي والزمالك اللي هينافسوا، بيراميدز نفسه مش طويل. ان شاء الله الاهلي يكسب مطوشته، الاهلي لو كسب مطوشته بتاعه الدور الاول بس يتصدر الدوري. تمام. في حاجه مهمه يا جماعه عايزين نتكلم فيها، وهي المنتخب وحسام حسن. الماتش هيبقى يوم 25 ان شاء الله في استاد القاهرة النهائي، وان شاء الله تكون البطولة اهلاوية. الكابتن حسام حسن عايز ياخد اللعيبة قبليها باسبوع زي ما قلنا. كولر رفض الموضوع ده تماما. صدام جديد بين الاهلي وحسام حسن، وكولر رفض، وإدارة النادي الأهلي هترفض. بس الرأي اللي عايز حضراتكم تشاركونا فيه وتكتبوا لنا في التعليقات كده، هل حسام حسن هيقدر يجيب محمد صلاح قبل المعسكر بأسبوع؟ هل حسام حسن هيقدر يجيب النني وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد قبل المعسكر بأسبوع؟ انا رأيي النادي الاهلي يحط الموضوع ده كده بوضوح على الترابيزه، قال له لو انت جبت محترفينك قبلها باسبوع هنديك لعيبه الاهلي قبلها باسبوع، لكن هو ما ياخدش لعيبه الاهلي قبل المحترفين ما يجوا باسبوع يفحتهم واللعيبه ما تريحش. ما ينفعش. هتقول لي كولر معارض ليه؟ ما البطوله هتبقى خلصت يا باشا. اللعيبه دول مش مكن، دي لعيبه لازم ترتاح، لعيبة لازم تستريح عشان تقدر تكمل. تمام. فده صدام بين الاهلي وحسام حسن، وانا بطالب ادارة النادي الاهلي تتمسك بموقف كولر، لان هو ده الموقف الصحيح، هو ده الكلام المظبوط. اول الاجندة الدولية ما تبدأ خد يا باشا اللعيبة تحت امرك، لكن قبلها باسبوع وشغل الكابتن محمود الجوهر الله يرحمه ده، الكلام ده ما يمشيش مع الايام دي. ده كلام انطوى وراح لحاله. زمان كانوا بيلغوا الدوري، لا في معلنين ولا في رعاة ولا في الكلام ده، الغي الغي اعمل. الكابتن حسام حسن لسه عايش على قديمه. يا كابتن حسام انت بتاخد لاعيبه من 18 فريق غير المحترفين، لاعيبه كلها رجليها في الملعب والدوري شغال ومضغوط، يعني عندك لاعيبه جاهزه. اظبط يا باشا نفسك، واول ما تيجي محترفينك نقي الكام لعيب اللي انت منقيهم سواء من الاهلي ولا من جميع الانديه وخدهم وابدا معسكرك. لكن تقول لي قبلها باسبوع وقبلها ب10 ايام، يا ريت الاهلي ما يوافقش على الكلام ده. وانا بحيي مارسيل كولر على القرار ده، ان هو رافض مبدأ ان اللعيبه تروح المعسكر قبلها باسبوع. كده وصلنا لنهايه الفيديو، وشكرا لكم يا جماعه، وبعد اذنكم لايك وشير، وان شاء الله نتقابل في الاهلي بالفوز على الاسماعيلي باذن الله يوم الاربع الساعه 7. شكرا لكم والسلام عليكم.